السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل قاعة الزهور بشارع محطة السوق، حيث عقد حزب الحرية والعدالة أمانة باكوس ملتقاه الأول، والذي جمع بعض قيادات الحزب بالمحافظة والذين يشغلون مواقع أمين العلاقات الخارجية وأمين الاتصال السياسي وأمين العمال وأمين دائرة الرمل مع أعضاء الحزب بباكوس. وبدأ الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيب من الأستاذ محمد ربيع أمين الدائرة بالسادة أعضاء الحزب، ثم تحدث أمين العمال بالحزب عن محافظة الإسكندرية الأستاذ المحمد السيد أحمد، ومرشح الحزب عن الدائرة الثانية فرد عمال، وعرض تذكرة للسادة الحضور عن الأسس والمنطلقات، ثم انتقل إلى أهم أركان وملامح برنامج الحزب. وكان يتكلم بعد ذلك لكل من الأستاذ باسم عبد الحليم أمين الاتصال السياسي، ثم كلمة الأستاذ جلال ندى المرشح العمالي على قائمة الحزب بالدائرة الأولى. ثم تخلل الملتقى استراحة قصيرة، وعقبها تم تشكيل ورش عمل، ثم طرحت بعض الأسئلة أجاب عنها أمين العلاقات الخارجية المهندس محمد سودان. ثم اختتم الملتقى بكلمة للرمز الإخواني الحاج حسني جبريل، حيث أكد على ضرورة وحدة صف الأمة وتكاتف القوى الوطنية الشريفة للمرور بمصر من هذه المرحلة. ننتقل بحضراتكم الآن لمشاهدة كلمة الأستاذ المحمد السيد أحمد بالملتقى. يعتمد حزب الحرية والعدالة هو اعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، مبادئ الشريعة الإسلامية. وبسرعة في فرق ما بين مبادئ الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. مبادئ الشريعة الإسلامية المبادئ العامة التي وضعها القرآن الكريم، ودي كانت مبادئ عامة: الحرية، العدالة، الشورى، المساواة. دي مبادئ بيسموها المبادئ، ركز بقى، المبادئ العامة للشريعة الشريعة الإسلامية. صح كده؟ واضحة؟ الفقه بقى والشريعة الإسلامية ده مجال آخر نختلف ونتقرب فيه، لكن احنا بنتحاكم إلى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية. لما يقول حق الجوار يبقى بيقول حق الجوار، لما بيقول العدل يبقى بيقول العدل، لما بيقول الإحسان في العمل يبقى الإحسان في العمل، لما بيقول العمل قيمة يبقى العمل قيمة. دي اسمها مبادئ الشريعة الإسلامية. تتناسب مع اليهودي والمسيحي والمسلم، لأنها مبادئ بيسموها المبادئ العامة. دي المبادئ العامة للشريعة الإسلامية. الأمر الثاني، الأس الثاني اللي بيعتمد عليه حزب الحرية والعدالة، بيعتمد على أن الشعب مصدر السلطات. الشعب مصدر السلطة، وهذا مفهوم بسيط جدا جدا. هو احنا هننتزع السلطه من ربنا؟ لا حاشا لله، كمسلمين مش هننتزع السلطه من من ربنا. ربنا لما شرع المبادئ العامه وساب التفصيلات عشان يبقى من مزايا الشريعه الاسلاميه انها مرنه قابله للتطبيق في كل زمان وما كان. عشان كده ما اتكلمش في الجزئيات اللي تخص التطبيقيات، وازاي نطبق، ازاي نعمل الشورى، نخليها مجلس ولا نخليها اهل الحل والعقد، ازاي نجيب الرئيس، نخليه بالانتخاب ولا نخليه مجلس النواب هو اللي ينتخبه، انتخاب مباشر ولا من الشعب ولا المجلس البرلماني هو اللي ينتخبه، تخلي المجلس مجلسين، مجلس برلمان ومجلس شورى مثلا، او مجلس شيوخ زي ما بيسموها مثلا في البلاد الاخرى. كل دي اسمها جزئيات الاسلام ما تعرضش لها. عشان كده عطى حته اسمها سلطه الامه بقى تستطيع ان تشرع في هذا المنوال كثيرا، حتى ان مثلا تيجي قوانين كثيره مستجده دلوقتي هنجيبها منين؟ مين اللي هيشرحها؟ الامه هي اللي تشرحها، ويبقى الامر شورى فيما بينهم، ويبقى وجهات نظر ونتحاكم فيها في الاخر الى الى الشورى، والشورى تبقى فاصله. يبقى الامه هي مصدر السلطات. الامر الثاني في مصدر السلطات، الامه تعزل وتعين. الامه تعزل الحاكم وتعين ماشيين مع بعضنا اخوانا. الامه هي اللي تعزل الحاكم، وهي اللي تعينه، وهي اللي تعزله. وهذا الكلام موجود يعني القران الكريم
عاب على فكرة ان الحاكم يبقى إله، اللي هم بيسموها السيوقراطية الآن، اللي هو بعض العلمانيين أو بعض الناس غير الإسلاميين يقول لك تقصدوا يعني حكم ديني، يعني يبقى في حاكم بيحكم باسم الإله. أقول له ده من قديم الأزل القرآن الكريم بيعلمنا إن هو بيناقض هذه الفكرة، وكثيرا ما قص علينا القرآن الكريم قصة فرعون وموسى عليه السلام. دي قصة الحاكم الذي يدعي حق الألوهية المطلق. عشان كده الإسلام ما فيهوش سيوقراطية، ما فيهوش دولة دينية بالمفهوم الغربي بالسيوقراطية وبالمفهوم العلماني للدولة الدينية. ما عندناش خالص في الإسلام المفهوم ده. يبقى السلطة بترجع لمين؟ الشعب. والشعب هو مهمة التنمية. في حزب الحرية والعدالة بيعتبروا أن المواطن هو مهمة التنمية. احنا لما هنعتني بالتنمية هنعتني الأول بمين؟ بالمواطن، تعليما وصحة ومأكل ومشرب ومسكن هنتعامل معاه لأنه ايه؟ إنسان. ولقد كرمنا بني آدم. يبقى كده ايه يا اخوانا؟ حاجتين. فاضل لنا حاجتين كمان اللي هم بنعتمد الشورى سبيل لتحقيق المصالح. الشورى سبيل لتحقيق الايه؟ المصالح. وآلية هذه الشورى انت بتقول رأي وانا بقول رأي والتالت بيقول رأي. فنتحكم ازاي ده؟ احنا في مفهومنا الاسلامي ان الشورى ملزمه ومعلمه. ملزمه ومعلمه، محدش يقول هنسمع رايكم وبعد كده يضرب بكلامنا ايه؟ عرض الحائط. احنا بناخذ بهذا المذهب ليه؟ الفقه ان الشورى ملزمه ومعلمه. ما دام قلت شورى يبقى لازم تاخد براي ايه؟ الشورى. واليه الشورى ايه؟ بيسموها دلوقتي الديمقراطيه. سهله؟ يبقى دي الاساس رقم كام؟ 3. الاساس رقم 4 ان الاصلاح عندنا كما قلت اصلاح شامل، وهو يعني يعتمد على اساس الاصلاح السياسي والدستوري والاخلاقي. يعتمد على الاصلاح السياسي والدستوري والاخلاقي. السياسي نقصد فيه اصلاح التعليم، اصلاح الصحه. الدستوري نقصد فيه اصلاح القوانين واصلاح الدستور. الاخلاقي نعتمد الاخلاق في القانون. دي فاصل ما بيننا وما بين الدوله العلمانيه. الدوله العلمانيه لا تعترف بالاخلاق مع ايه؟ لا بتعترف بالاخلاق ولا الدين في القانون. هي شايفه ان تخلي الشذوذ حلال يبقى هم يعملوا ايه؟ حلال. احنا ما نقدرش نعمله ايه؟ حلال، لان احنا مرتبطين بايه؟ بدين واخلاق. مرتبطين بدين واخلاق. هم هناك القانون عندهم لا يرتبط بالدين. عشان تعرف بقى الفرق ما بين الدوله العلمانيه، عشان لما حد يقعد يقول الدوله العلمانيه انت فاهم ما بين الايه؟ السطور. الدوله العلمانيه لا تعترف بالدين ولا بالاخلاق مع ايه؟ مع التشريع القانوني. التشريع القانوني مفصول تماما عن الايه؟ عن الدين والايه؟ والاخلاق. ينفع معانا؟ هم قالوا الشذوذ يخشوا في امريكا. ينفع احنا نعتمده؟ الجواز المثلين مثلا، الراجل يتجوز راجل وشرعوا هذا. قالوا حاجه خطيره جدا. في تقريبا بولندا طلعوا قانون اسمه قانون الرحمه. ابوك يكبر شويه وهيزهقك تروح هناك تكتب اقرار على نفسك خلصونا ايه؟ خلصونا منه. ده اسمه قانون الايه؟ الرحمه. هذه المبادئ لا تنفع مع ايه؟ مع اسلامنا كدين. لان مين اللي يقدر فمن قتلها فكانما ايه؟ قتل الناس، ومن احياها فكانما احيا الناس. يتمتع عندنا مهما كان الرجل الكبير الاب او الاخ او الزميل مهما عانى من المرض فنحن معه لاخر ايه؟ الى اخر لحظه. مش كده ولا ايه؟ دي مسؤوليتنا. عشان كده قلنا ان اصلاح قانوني ودستوري وايه؟ وسياسي. انا هكتفي كده في الاسس وهنقل على الاهداف وسيبك بقى من الايه؟ السياسات والاستراتيجيات. هروح للاهداف برضه ايه؟ بسرعه. احنا الاهداف بتاعتنا في حزب الحريه والعداله سميناها المجموعتين. قسمناها لايه؟ لمجموعتين. المجموعه الاولى مجموعه الاصلاح السياسي والدستوري. والمجموعه الثانيه هي العنايه بالانسان وتنميته. المجموعة الأولى بنتكلم فيها كيف ننمي الدولة داخليا ونقويها داخليا وخارجيا. ده الإصلاح السياسي والدستوري اللي احنا ايه؟ نقصده. داخلي عايزين نبني نهضة اقتصادية، تطوير تعليم، بحث علمي، بناء مجتمعي، إطلاق الحريات، تداول السلطة. خارجي عايزين نعزز الأمن الايه؟ الأمن الإقليمي والدولي بناء على علاقات إنسانية متبادلة.
مش علاقات الرادخ. احنا السنين اللي فاتت دي كلها كانت علاقتنا بالخارج علاقة ايه؟ المتبوع والرادخ. هم يقولوا لنا واحنا ننفذ. حتى احنا كنا شايفين اخواننا بيذبحوا في حماس ونقول حماس هم اللي غلط. ليه؟ لان حماس بيزعق بيصرخوا فبيتعبوا مين؟ بيتعبوا الامريكان. الامريكان مش عايزين يسمعوا صوت الاسرائيليين. فكنا احنا شايفين الناس السودان بتتقسم لجزئين واحنا مالناش دعوه. هم حاضرين يدوا انتخابات ويقسموا. مين اللي قال كده؟ ده تأميني كمصري وأمني كمصري مرتبط بإيه؟ بجنوب السودان. وأنت لما تخلي جنوب السودان دولة مستقلة عن السودان الأصل تبقى أنت في الدنيا. عشان كده طلعت أزمة دول منابع النيل، وطلع الناس كانوا زعلانين مننا جدا جدا لان ما كانش عندنا هذا البعد، ما كانش عندنا هذا البعد. هم الامريكان قالوا لنا احنا هندوب شويه معونه، اتلاقوا في المعونه دي طبعا كانت بتتاخد وتتنهب. بيقولوا ان تقريبا ثوره حسني مبارك تساوي 40 سنه معونه من ايام السادات لغايه نهايه عهد حسني مبارك. يعني المعونه اللي جت خدها مين؟ الرئيس لوحده. مراته لسه ما خدتش حاجه، مراته وعياله واخدين من الحته دي من الحته الثانيه. فيبقى عشان كده قلنا الاصلاح عندنا بيشمل جزئين. قلنا الاصلاح السياسي والدستوري الداخلي والاقليمي والدولي والخارجي، وبنتكلم بعد كده عن المجموعه الثانيه اللي هي العنايه بالانسان المصري. زي ما قلت كمان بنهتم بيه ثقافيا واقتصاديا ودينيا، وبنهتم بيه مسلم ومسيحي. يعني لما اقول دينيا يعني المسيحي يذهب الى الكنيسه ليسمع الدروس، لان كلنا تجمعنا القيم. الديانات كلها تجمعها ايه؟ مجموعه من القيم ومجموعه من ايه؟ من الاخلاق. فيبقى انا هعتني بيه ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، هنشر مجموعه القيم والاخلاق والمبادئ التي تدعو اليها الشريعه الاسلاميه. ده يا اخوانا الاهداف اللي احنا عايزينها. هدف اخر، هدف كبير، اللي هو لنا نظره للدوله، لنا راي. حزب الحريه والعداله اللي حضراتكم بتشرفوه كلنا بنتشرف بننسب اليه، ليه وجهه نظر في الدوله. واحنا وجهه نظرنا ان النظام يبقى نظام برلماني وليس نظام رئاسي ولا شبه رئاسي. يعني الرئيس هو اللي يحكم، ويبقى الوزراء السكرتاريه زي ما كانوا شغالين كده، يبقى الوزراء زي النظام الامريكي. النظام البرلماني زي النظام الانجليزي، انجلترا كده، يبقى الملكه موجوده لكن ملهاش سلطان، صح ولا؟ والبرلمان رئيس الوزراء هو اللي بيشكل الوزراء، والوزراء مسؤولين قدام مين؟ قدام البرلمان، والبرلمان هو اللي يحل الوزراء وهو اللي يحل الوزراء، ويحاسب رئيس الوزراء ويحاسب الوزراء. احنا بنميل الى ان تبقى مصر بطبيعه تفكيرنا بنحب نكبر الكبير، فخليك تكبر الكبير، لكن ما يبقاش له اختصاصات ولا سلطه الا محدوده جدا، ويبقى المحاسبه والمحاسبه تخص مين؟ تخص رئيس الوزراء ووزرائه. وده اقرب نموذج يتمشى على الاقل من وجهه نظرنا مع مصر. طبعا ممكن في حزب اخر يقول رئاسي، حزب ثاني يقول شبه رئاسي زي فرنسا. كل حزب يقول اللي هو عايز يقوله، كمان كل واحد له وجهه نظر. وما تزعلوش من دلوقتي مع اللي يختلف معاك. عايزين بقى نتعود نحترم راي المختلف معانا. الراي الاخر له احترام، مش كده ولا ايه؟ ما دام انا بعرضه باسلوب كويس وهو بيعرضه باسلوب كويس، لك رايك وانا ليه